السلام عليكم. اليوم لدينا درس عن طريقة دمج الصورة، دمج وجه مع جسد. طريقة سهلة. ما نحتاجه هو مثلا رأس أي شخص. يجب أن يكون بصيغة جودة الصورة، صيغة الصورة يجب أن تكون PNG. وقد شرحت الدرس كيفية قص الصورة PNG سابقا. شرحت كيفية قص الصورة PNG. الآن نذهب للاختيار، مثلا نختار هذه الصورة، ندخل إليها. ندخل مثلا صورة الجسد الذي نريده، مثلا نريد صورة ميسي. نذهب هنا. أنا حفظت رؤوس اللاعبين والأشخاص هنا، حفظتها هنا. نختار أي رأس. نختار مثلا هذا الرأس، مثلا رأس هذا اللاعب، لا أعلم ما هو اسمه. ندخل هكذا. الآن لكي ها هو صورة هذا الشخص نضعها على رأس ميسي. ننزع الشعر إخواني، والأذن هكذا، وننزع الرقبة حسب مكان الصورة. هكذا مثلا أنت ستقول واضح الفوتوشوب، شو واضح يا أخي، واضح. لا، وكأنها فوتوشوب. شوف يا أخي. حسنا، ستغير رأيك بعد هذا ستغير رأيك. ندخل إلى هنا ونعمل هكذا. الخطوة الأولى، نذهب إلى التأثيرات، نختار ثالث تأثير. الخطوة الثانية، نذهب إلى التأثيرات، نختار ثالث تأثير من الأخير. الصورة بدأت كأنها حقيقية. ندخل هنا. كل ما أضفت تأثير، كل ما أصبحت الصورة واقعية، كل ما أصبحت الصورة جيدة، وكأنها حقيقية. شوف، طريقة سهلة. تحتاج فقط هذا برنامج بيكسار، تجدونه في جوجل بلاي. ها هي طريقة سهلة جدا. هنا ها هي هكذا تقوم باختيار حسب لون البشرة وحسب هكذا مثلا. ها هي الصورة واضحة جدا وكأنها حقيقية نوعا ما. فقط أنا بالطريقة السهلة اخترت هذه، اخترت هذه الصورة. ولحفظ الصورة نضغط على هذا السهم هنا فوق، ونحفظ الصورة هنا في جاليري. درس اليوم انتهى. إخواني، اشتركوا في القناة رجاء. راح أضع لكم درس كل يوم حول الفوتوشوب وحول التطبيقات لا تعرفون كيفية العمل بها. سلام.